مي احنا لو مونك احنا ما نروجوش لا توني تاعنا اون با كيما تشوف المغاربه عندهم لو موا دو كافتون احنا اون با سا احنا صغار باش كديري هكذا ان ديفيلي دي فوا نشوفهم يديروا دي ديفيلي افيك دي كافتون que bon le carton c'est le nord de l'Afrique مازال انا وقتاش نعرف روحي باللي نجحت لما البرودوي الجيريان ولا لا توني تراديسيونيل الجيريان تخرج للعالميه وكي تشوفني واحده اجنبيه ولا تشوفك انتيه واحده اجنبيه لابسه هذاك الكراك والعاصيمي ولا جبه عنبيه تقول لك انتي جزائريه التم نعرف باللي راني نجحت ووصلت لانها بصمه جزائريه كيما رانا نشوفوا القفطان كي تلبسوا اي واحده مغربيه تقولها انت مغربي نروحوا نشوفوا في لي فيستيفال تاع كان وبيان لو مارياج تاع لو برنس ويليام لي ماروكان اللي كانوا انفيتي ما لبسوش اون روب دو سوار راحوا بها لبسوا قفطان مع لا سينتور لبسوا اون توني تراديسيونيل ديالهم ميم في لي في فيستيفال تاع كان ديرنييرمون لبسوا لي كافتون ديالهم هذيك هما شخصيتهم حابين يبينوا شخصيتهم للعالم كامل. نعلم جيدا على أن ما يسمى بالجزائر حاليا كانت تحت الاحتلال العثماني لمدة 300 عام، يعني حضارة العثمانيين تشعبت فيهم فأصبحوا يتطاولون على القفطان المغربي واللباس العثماني وينسبونه لهم. نعود إلى الخبر الآن. انتشر القفطان المغربي في أنحاء العالم وأثر بزخارفه ونقوشه نساء العالم، لذلك تستعد المملكة المغربية لتقديم ملف يتعلق بهذا اللباس التقليدي الشهير لإدراجه في قائمة التراث الثقافي الغير مادي التي تشرف عليها منظمة اليونسكو. ويؤرخ هذا المعرض لأزياء يعود بعضها إلى مئات السنين، وإن كان عهد هذا اللباس يرجع وفق مصادر تاريخية إلى القرن 12 ميلادي، أي إلى عهد الدولة الموحدية. ولقد شكل القفطان في مرحلة تاريخية رمزاً للمهابة، فكان لباس السلطان وتحول إلى الزي المفضل للعروس ولكل مغربية تحرص على أناقتها في الأعياد والحفلات والمناسبات الخاصة. وبعد أن تمكنت من تسجيل مجموعة من العناصر التي تشكل الهوية المغربية ضمن قائمة التراث الإنساني، تعمل الرباط على إدراج عنصر جديد ضمن تلك القائمة، وهو لباس القفطان التقليدي المغربي. والقفطان ليس واحداً بل هو عدة أنواع، فقد برع الحرفيون حسب انتمائهم لعدة مدن المغربية في إبراز خصوصيات محلية تتجلى بوضوح في اختيارات الألوان ونوعية الأثواب وطريقة قصها، كما يبرز الاختلاف فيما يسحب القفطان من مجوهرات وملحقات. واستعرض مدير متحف محمد الخامس للفن الحديث والمعاصر عبد العزيز الإدريسي في عرضه حول القفطان المغربي نظرات حول صناعة زي تقليدي تراثي. خصائص القفطان بجهات المغرب لا سيما قفطان فاس وتطوان والرباط ومراكش ووجدة. ويقول السفير المندوب الدائم للمغرب لدى منظمة اليونسكو سمير الدهار: القفطان مبرمج أن يدخل بإذن الله لائحة التراث العالمي غير المادي في غضون 2 أو 3 سنوات. كما تعلمون لا يمكن تسجيل سوى عنصر كل 2. العام السابق سجلنا تبوريدة، العام الجاري لدينا ملف مشترك مع عدد من الدول، العام المقبل ننوي تسجيل فن الملحون وسيليه تسجيل القفطان المغربي. كلنا نعلم على أن القفطان المغربي هو لباس تاريخي تقليدي منذ مئات السنين، فبعد أن كان مقتصرا فقط على السلاطين والملوك أصبح الآن كافة العامة يرتدونه. ونعلم كذلك على محاولة التطاول والسرقة التي لاحقت هذا اللباس المغربي لنسبه لدولة أخرى. القفطان المغربي يحمل بين طياته عبق تاريخ الحضارة المغربية، والتاريخ يشهد على أن القفطان مغربي الأصل، بداية من الوثائق التاريخية ونهاية إلى القطع المطروحة أو المعروضة
في المتاحف العالمية والمغربية، والتي تشهد على مغربية القفطان. ونعلم كذلك على أن الجزائر لها لباس تقليدي، لكنها تسميه القفطان أيضا، بل حتى أنهم يسرقون القفطان المغربي بطريقة طرزه وخياطته وكل شيء وينسبونه لهم، بل حتى أن لديهم نوع من الخياطة الذين يعتقدون أن ذلك اللباس هو قفطان جزائري، ولكنه ما هو إلا نسخة من اللباس التقليدي العثماني. إذا عجبك الفيديو ما تنساش دير لنا لايك، كومنتار، وتبارطاجي الفيديو مع الناس اللي عزاز عليك. هادشي شجعنا باش نكملو وما نحبسوش. شكرا على المشاهدة.